مساء الخير، ازيكم؟ بما اني مش مجهزة فيديو النهاردة، حبيت ان انا اطلع اسلم عليكم واخد رأيكم كده في حاجة. انا كان نفسي اكل سمك بلطي اللي هو الشبار الصغنن ده بتاع البحر. فطلعت على الكوبري عندنا. فرحت عند الصيادين اخد سمك. لقيت كل واحد يكشف لي السمك اللي معاه، لقيت السمك لونه مدي على اسود. يعني اول مرة في حياتي اشوف سمك بلطي لونه مدي على اسود، وسمك تاني لونه اخضر غامق جدا برضو لدرجة السواد. فانا اقول للصياد ليه لونه كده، يقول لي هو لونه كده. اقول له يعني ايه لونه كده؟ اول مرة في حياتي اشوف سمك بلطي اسود. فهل ده سمك بحري نظيف؟ انا بصراحة شكيت فيه ان هو اكيد ده مش من البحر، بس هو اقسم لي بالله انه من البحر. ولونه كده عشان بياكل اللي هي الحشيش او الحشائش الخضراء دي. حشيش اللي في البحر. فانا معرفش هل هو لونه كده فعلا عشان نوع الاكل اللي بياكله، ولا ده سمك ميته مش نظيفة. المهم برضو ان انا ما رضيتش اخد، ورفضت ان انا اخد منه. وفضلت ادور لحد لما لقيت سمك لونه حلو، سمك لونه ابيض كده، لونه جميل يتاكل. انما السمك الاسود ده بصراحة انا مستغربة، اول مرة في حياتي اشوفه. فهل ده سمك بحري ولا سمك مصارف؟ اكيد انتم عندكم خبرة اكتر يعني انا حاسة ان هو سمك مصارف وبيبيعوه على انه سمك بحري. اكيد انتم اكثر خبرة مني وعندكم دراية بالامور دي اكتر مني. يا ريت تفيدوني في التعليقات عشان لو رحت اشتري مرة تانية. سلام. مساء الخير، ازيكم؟ بما اني مش مجهزة فيديو النهاردة، حبيت ان انا اطلع اسلم عليكم واخد رأيكم كده في حاجة. انا كان نفسي اكل سمك بلطي اللي هو الشبار الصغنن ده بتاع البحر. فطلعت على الكوبري عندنا. فرحت عند الصيادين اخد سمك. لقيت كل واحد يكشف لي السمك اللي معاه، لقيت السمك لونه مدي على اسود. يعني اول مرة في حياتي اشوف سمك بلطي لونه مدي على اسود، وسمك تاني لونه اخضر غامق جدا برضو لدرجة السواد. فانا اقول للصياد ليه لونه كده، يقول لي هو لونه كده. اقول له يعني ايه لونه كده؟ اول مرة في حياتي اشوف سمك بلطي اسود. فهل ده سمك بحري نظيف؟ انا بصراحة شكيت فيه ان هو اكيد ده مش من البحر، بس هو اقسم